أسوأ ناس ممكن تتعامل معاهم في الوجود هما الناس اللي طول الوقت شايفين نفسهم صح، وإنهم ما بيغلطوش، وإن دايما الحق معاهم، واللي شايفين إن الناس التانية هما اللي دايما مقصرين وهما اللي دايما غلطانين. الناس دي ما عندهمش حاجة اسمها اعتذار، ما يعرفوش يقولوا أنا آسف، ما يعرفوش يقولوا حقك عليا أو غيرها من أي عبارات الترضية ليك. ناس ما بيعرفوش يجبروا الخاطر بكلمة حلوة، وفي النقد لسانهم زي المبرد، وفي نفس الوقت عايزين يسمعوا كلمات المدح والثناء عليهم وعلى شخصهم الفذ وعقلهم الجهبذ. مفيش أحسن من كده، فاكرين نفسهم من طينة تانية غير باقي البشر. لما يصادفك النوعية دي من الناس ما تحاولش تجادلهم، ما تحاولش تتناقش معاهم، انت تبعد عنهم من سكات. ولو مضطر تتعامل معاهم يبقى كل اللي عليك تقوله في اي مناقشة بينكو انت صح، عشان كده تريح دماغك وتفصل. ما تحاولش تنصحهم او تقولهم انهم غلط، لانهم مش هيصدقوا ولا هيستوعبوا نهائي، وهيشوفوك يا إما ما بتفهمش يا إما حاقد عليهم. علشان كده تعامل معاهم ببرود وابتسم وما تحرقش دمك، لأن فعلا هما ما يستاهلوش تتعب أعصابك علشانهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. عايزاكم في أول الفيديو كده تدعوا لعادل ابني كده، ربنا يهديه ويصلح حاله ويبارك فيه ويحفظه هو وأخوه يا رب. بصوا يا جماعة، انتوا عارفين ان أنا طبعا بنقل وبلم في حاجتي، زي ما انتوا شايفين كده هو مساعدني في كل حاجة، شايل معايا المسؤولية في كل حاجة، واقف معايا في كل حاجة، كل حاجة عايز يعملها بإيديه معايا، مش عايز يسيبني أعمل أي حاجة لوحدي. ومن غير ما أقوله والله العظيم يلاقيني بعمل، يلا يا ماما نعمل. اليوم اللي مش قادرة فيه إن أنا ألم حاجة أو أعمل حاجة يقول لي إيه، ماما ما يلا قومي نلم كذا، ما يلا نعمل كذا، ماما مش هنشيل كذا النهاردة. الله يهديه ويصلح حاله ويبارك فيه. عايزة أقول لكم دي أحسن حاجة تكسبوها في حياتكم يا جماعة، إن انتوا تربوا ولادكم صح، ان انتوا تعودوا ولادكم على المسؤولية، ان انتوا تعودوا ولادكم ان هم يبقوا معاكم في الحلوة والمرة، ان انتوا تعودوا ولادكم ان هم يبقوا معاكم في الفرح وفي الحزن، في اي حاجة بتعملوها يبقوا موجودين معاكم، يبقوا سند ليكم من صغرهم كده. لما تعودوهم على كده، من شاب على شيء شاب عليه. لما تعودوهم كده من وهم صغيرين، لما يكبروا يفضلوا برضو معاكم كده، يفضلوا يساعدوكوا، يفضلوا موجودين معاكم. النهاردة بقى انا بعمل إيه النهاردة انا بفضي المطبخ زي ما انتم شايفين كده، دي الحاجة اللي موجودة في المطبخ. لكن طبعا عندي ده المطبخ من فوق، لسه بقى المواعين من تحت وكده والحلل لسه هنطلعها. بس عندي حاجات طبعا متشالة تحت السرير في كراتين برضو لسه هطلعها، بس مش هطلعها في الفيديو هنا، يعني انا طلعتها بس بعد الفيديو، لان الفيديو كان طول جدا فمرضتش اطول اكتر من كده، قلت هطلعها بقى ايه من غير تصوير من غير حاجة. عندي تحت السرير اطقم حلل، اطقم طقم بايركس، حاجات ازاز، حاجات كتير متشالة، لان انا المطبخ هنا كان عندي صغير، وانا كنت متجوزة في شقة كانت اكبر من دي اللي هي كانت في العاشر، كنت فرشة فيها كل الحاجات دي. لما جيت هنا لميت حاجات كتير في كراتين وحطيتها تحت السرير. مرضتش ايه، قلت يعني ايه هي ملهاش لازمة. ماما ربنا يديها الصحة والعافية كانت جايبه لنا حاجات كتير ما شاء الله، اذا كان انا ولا اختي والله. عايزة اقول لكم بصوا، زمان يا جماعة العروسة ما كانتش مكلفة زي دلوقتي خالص. زمان العروسة كانت بتجيب ايه يعني على ايام والدتي كانت جايبة طقم صيني وطقم حلل، طقم صيني بس للنيش مفيش معاه حاجات تانية، وطقم شربات وخلاص، طقم كاسات كده يعني، وكل حاجة حاجة واحدة. على أيام جدتي بقى الله يرحمها كانوا بيخشوا بالحلة النحاس اللي كانوا بيقولوا عليها دي، والطشت طبعا، والحاجات اللي هي البسيطة خالص الجميلة دي اللي افتقدناها. بس كانت البيوت كلها بركة، كلها بركة بإيه؟ بالتعامل مع بعض، ان احنا نحب بعض، ان احنا عايشين مع بعض، بينا ود وبينا رحمة. دلوقتي البيوت مليانة حاجات كتير بس مفيهاش بركة. سبحان الله، يعني شوفوا انا على ايامي كده، انا خلي بالكوا انا دي تقريبا رابع مرة انقل او خامس مرة انقل. عايزة اقول لكم ان انا اصلا نص مش نص حاجاتي، تلات ارباع حاجتي اتكسرت من النقل، وما زال الحمد لله والشكر لله برضو موجود عندي حاجات كتير. دلوقتي العرايس يا جماعة بيتأمروا، والله العظيم انا ما اتأمرت ولا قلت لماما عايزة كذا ولا عايزة كذا، بس هي اللي كانت بتجيب، تقول ايه عشان انا الكبيرة بقى واول واحدة هتجوز عندها ومش عارفة ايه.
فعايزة يعني بتبقى عايزة تجيب لي أحسن حاجة. إحنا عندنا شوية هنا يا جماعة، الناس ريفيين وناس إحنا مش ريفيين، إحنا يعني مركز مش إحنا بندر مش مركز. بس الناس بيدخلوا يبصوا جايبة كام طقم كاسات، جايبة كام طقم شربات، جايبة كام طقم مش عارفة ايه. والله العظيم يا جماعة اقسم بالله كل الحاجات دي ما لازمة. انا تلات ارباع حاجتي ما استخدمتهاش، نص حاجتي متشالة تحت السرير في كراتين تاني. إيه، عايزة اقول لكم ايه، الشنط اللي هي بتاعت المعالق، الطقم اللي هو السرفيز المعالق ده وكده بشنطته اللي هي الجلد دي تحت السرير زي ما هو، وواحد تاني فتحته استخدمته. ده غير اللي ماما كانت جايباه اطقم كده فرط لوحدها. يعني انا مش عارفة ليه كل ده. اختي نفسها كانت عايزة لما تيجي تتجوز، كانت عايزة، ما كانتش عايزة نيش، وقالت لماما مش عايزة نيش. ماما وقفت لها قالت لها الحاجة اللي انا جايباها دي كلها تروح فين؟ قالت لها ملهوش لازمة، دي حاجات كلها بتاعت مظاهر وحاجات كلها مش عارفة ايه. قالت لها واللي يخش يتفرج يعني ليه احنا بننعى هم الناس اللي تدخل تتفرج وتقول دي جايبة كذا مش جايبة كذا؟ ليه ما نجيبش على قدنا؟ على ما اظن ان انا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده حاليا، طقم الصين يا جماعة وصل 20,000 و30,000. كنا الأول ممكن نجيب حاجة النيش كلها ب20 30 ألف. دلوقتي طقم الصيني لوحده ب20 30 ألف. طب الناس هتجيب منين؟ الناس هتعمل ايه؟ العرايس اللي بتتجوز يا جماعة ارحموا أهاليكوا، ارحموهم، ما تطلبوش طلبات زيادة عن اللازم، اطلبوا اللي انتوا هتستخدموه بس. هاتوا. يعني أنا أيام ما اتجوزت أقسم بالله أنا كنت داخلة بسبع تطقم حلل. هل أنا هطبخ في السبع تطقم حلل؟ كان على ايامي طبعا ما فيش ولا جرانيت ولا سيراميك، بس كنت جايبه اللي هو التيفال، وكنت جايبه اللي هو النوفال، ده كان موجود برضو. كنت جايبه ألمونيا، وجايبه حافظة طعام، وجايبه بايركس حراري، وجايبه بتاع ده اللهم صل على كامل النور. جايبه طقم ايه تاني يا ربي؟ كنت جايبه طقم حلل اللي هو البومبي، اللي هو الحلل عارفينه الألمونيا. والله العظيم الألمونيا دي كانت احسن حاجه تطبخي فيها. لغايه دلوقتي ماما بتعمل فيها الاكل اقسم بالله احلى من الجرانيت اللي انا بعمل فيه الاكل، والاكل بيطلع فيها طعمه احلى. الاكل في الالمونيا بيطلع طعمه احلى من الحلل الجرانيت والسيراميك والكلام ده. والله يا جماعه حاجه زمان كلها خير وكلها بركه وكلها يعني كده نظافه. حتى الالمونيا لما بتيجي تدعكيها كده تبقى بتلمع وجميله كده، مش زي الاطقم اللي طالعه دلوقتي الغامقه اللي بيستخدموها. بس هنعمل ايه؟ الزمن كل شويه كل ما بيعدي كل ما بيطلع حاجات جديده. طبعا البنات بيبقوا نفسهم يخشوا بأحسن حاجة. دي شايفة صاحبتها جايبة كذا عايزة تجيب، لا يا ماما ده أنا عايزة أجيب أحسن منها. دي شايفة مثلا بنت عمها جايبة كذا، لا أنا عايزة أجيب أحسن منها. عايزة أقول لكم الكوبايات اللي عادل بيقربها لي دي كلها أنا متجوزة بيها. أقسم بالله متجوزة بيها. كل الحاجات دي في المطبخ من فوق ما بستخدمهاش إلا قليل جدا جدا، لأن أنا حاطة في المطبخ هي تحت حاجات تانية بستخدمها تحت إيدي. عايزة أقول لكم يعني ارحموا أهاليكوا. البنات اللي لسه بتتجوز ارحموا أهاليكوا شوية يا جماعة. مفيش والله العظيم أحسن من بركة زمان. الحاجة اللي هي ايه اللي انت بتجيبيها، اللي انت هتستخدميها. يعني هاتي بدل ما بتجيبي 5 و6 طقم حلل هاتي 2. بدل مثلا ما بتجيبي 3 طقم شربات هاتي واحد. بدل ما بتجيبي بال12 طقم كاسات وبال10 تطقم هاتي 4، هاتي 3، هاتي 5. بس مش بالطريقة اللي احنا كنا بنجيب بيها الأول دي. لا الزمن مستحمل، ولا الأسعار مستحملة، ولا أبوكم وأمكم مستحملين ضغط إن هم يجيبوا حاجة زيادة عن اللازم. الأسعار بقت غالية نار. اللي كنا بنجيبه بيه زمان 5 و6 و7 تطقم حلل دلوقتي يا دوب تجيبي بيه طقم واحد. ويا ريتك كمان تعرفي تجيبيه في الزمن اللي احنا فيه ده. الأسعار اتغيرت والدنيا اتغيرت والأحوال اتغيرت وكل حاجة اتغيرت. وفي الآخر حاجات ما بتبقاش لها لازمة. وفي الآخر ساعات كمان الجواز ساعات ما بيبقاش ناجح، بتطلعي بكل ده متبقيش عارفة تلميه فين ولا تحطيه فين. ناس كتير مرت بالتجارب ديت يا جماعة. فلازم ارحموا بعض شوية من المصاريف ومن الحاجات دي بصراحة. الحاجات دي بتبقى العرايس بتجيب حاجات مهولة كلها ملهاش لازمة. هاتي الحاجات اللي لها لازمة بس. ارحمي نفسك كده وارحمي اهلك. انا والله العظيم لو يرجع بيا الزمن انا عمري ما كنت هجيب الحاجات دي. انا كنت فرحانة وانا بجيب، انا جايبة كتير، انا جايبة مش عارفة ايه، انا جايبة مش عارفة ايه. لكن بجد بجد دلوقتي فعلا انا ندمانة ان انا جبت كل الحاجات ديت ومركونة تحت السرير في كراتين، ومركونة فوق الدولاب في كراتين، ومركونة في المطبخ ما بستخدمهاش حاجات كتير، ومركونة في النيش حاجات كتير برضو ما بستخدمهاش. فارحموا كده
ارحموا نفسكم وارحموا أهلكم كده. ولعل اللي جاي إن شاء الله يكون خير والأسعار تنزل شوية، لأن بصراحة الناس على آخرها والله. كل الناس ماشية في الشارع بتكلم نفسها من اللي هي فيه، ما هماش عارفين يعملوا ايه. اللي وصل معايا هنا بقى للفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك وتضغطوا لي متابعة، والناس اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق، ما تحرمش منكم يا رب. وما تنسوش تدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وما تنسوش تحطوا لي كومنت حلو كده من داخل المحتوى. وما تنسوش تدعوا لي كده ان شاء الله نروح الشقة الجديدة ربنا يجعلها وش خير عليا وعلى ولادي ويصلح حالي وحالهم فيها يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش تذكروا الله في كل وقت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. وصلوا على النبي يا حبيبي في كل وقت. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفاتح لما أنزل، الفاتح لما أنزل والهادي إلى الصراط المستقيم. عايزة اقول لكم هنا بقى، بصوا كان كراكيب بقى والبلاستيك ومش عارفة ايه، وطلعت الحاجات اللي تحت السرير بس. مرضتش بقى اكمل الفيديو بصراحة بالحاجة بقى اللي طلعتها كلها، لان كان الفيديو هيطول خالص. انا عايزة اقول لكم ان انا مسرعة الفيديو ده تقريبا كان 40 دقيقة، وانا مسرعاه فمرضتش اطول اكتر من كده. ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبايبي وشير، وتدعوا لي دايما كده زي ما انا ما بدعي لكم. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته يا حبايب قلبي، مع السلامة. سئل حكيم: كيف يرد الإنسان على أعدائه المنتقدين؟ فقال: بإصلاح نفسه. استمر في التعلم وفي إصلاح نفسك حتى تصل إلى مستوى يليق بك أنت ويرضيك قبل أن يرضي أي شخص آخر. لا تجعل حكم أعدائك أو الناس من حولك على اختياراتك سببا في شعورك بالخجل أو الإحباط. هم ببساطة لا يعرفون أسباب اختياراتك، ولم يعيشوا حياتك، ولم يمروا بما مررت. وإذا كنت ستهتم لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح أسيرا لديهم. كن حرا مستقلا رقيبا على نفسك، وأول من يسعى لتقويمها وإصلاح عيوبها. وبدلا من انشغالك بتصحيح ظنون الناس بك أو إقناعهم بالإيمان بقدراتك، انشغل بإصلاح نفسك، بعملك، بتحقيق المزيد من النجاح والإنجاز. هذا ما سيغير ظنونهم تلقائيا. ما يعتقده الآخرون عنك ليس من شأنك، أما ما تعتقده عن نفسك فهو شأنك مدى الحياة.